مساء الخير مستمعي راديو عامر، أهلا وسهلا بكم. معاكم سمرة عبد الوهاب في برنامجكم البيت السعيد. يا رب تكون أجواء البيت كلها سعادة وحب. مساءكم نبض وإنتم الحياة. يعانق السماء بالدعوات، يختلف نوره، تتفتح زهوره، يبشر بالهنا طيوره بكل سعادة، أمل وتفاؤل. ونطلع فاصل ونرجع نكمل تاني. كله انت وانت الناس كلها.
ورجعنا لكم بعد الفاصل بكل الحب، وحلقتنا النهاردة عن احتواء الرجل للمرأة. وقبل ما ادخل في موضوعنا تعالوا الأول نعرف يعني ايه الحب، ونعرف ليه بنقول احتواء، ويعني ايه احتواء أساسا. في الأول نقول إن الحب هو الإحساس الغريب اللي بيخلينا نشعر وكأننا ملكنا الدنيا بأكملها. طيب ايه دخل ده في الاحتواء؟ هقول لكم أنا. الاحتواء هو الحب، إنك تحتوي الإنسان اللي بتحبه بكل معاني الكلمة، ما تديلوش فرصة يحس إنه وحيد في الدنيا وإنت في وادي وهو في وادي. أبسط الأمور إنها تشعر إنك معاها في كل حالاتها. أصل الاحتواء هو الحب الحقيقي، لما تلاقي شخص بيحتويك وتحتويه ويخليك تقول كل اللي في قلبك. الاحتواء هو إنك تبدأ بنفسك وما تفكرش في الأنا، يعني أنا احتويته الأول والدور عليه. لا، الحب لا يعرف الأنا. أصل في اللحظة دي هتيجي مرحلة العطاء. العطاء في الحب إنك تعطي بدون مقابل، من غير ما تنتظر هتاخد إيه. فالعطاء حب، والحب عطاء، لأنه متعة العطاء لا يشعر بها إلا من أعطى بدون مقابل، ودي أعظم متعة. أصل في العطاء سعادة، لأن السعادة إنك تسعد اللي حواليك، وإنك تشوف السعادة في وش اللي بتحبهم، ودي أسمى أنواع العطاء والحب. عارفين العطاء من غير حدود بيوصلنا لمرحلة تانية أجمل وأرق، مرحلة التضحية، لأنك في الوقت ده هتفضل اللي بتحبه على نفسك في كل شيء. أصل التضحية لإسعاد من نحب متعة، والإخلاص في التصرفات دي أهم حاجة. والحياة بالاحتواء والحب والتضحية والإخلاص هنقول فيها كلام وكلام، لكن الوقت لا يسعنا إلا بالإشارة ليها والنبذة عنها. تخيلوا معايا طعم الحياة والحب بين الناس وبالصفات دي من غير النظر للأنا. أصل أقوى كلمات الحب إن الحبيب يقول لحبيبه يا أنا. الكلام عنه جميل، وإنك تفعلها ويحسها ده الأجمل، وإنه يشعر بيها ويحس بيها ويقدرها اللي بيحبك. يبقى هو ده الجمال في الحب. وأقول بقى وأتكلم عن الاحتواء. الاحتواء يا عزيزي الرجل إنك تشعر زوجتك وهي بين إيديك بقمة رجولتك وقمة حنيتك وهدوءك وخوفك عليها. مع إنك تحتويها يبقى لازم تحسسها دايما بأنوثتها، برقتها، إنها تحس إنها غير كل النساء. تشعر بالدفء، إحساسك ورقة مشاعرك. حسسها إنها دايما مميزة. احتويها، امسح دموعها لما تحتاج إيدك. لما تحتويها هتخليها تحس إنها الأروع في عينك. احتويها، حسسها بالأمان بين إيديك. وبالمناسبة بقى في مقولة أنا كنت شفتها حبيت يكون لها تعقيب في حلقتنا. المقولة بتقول المرأة مثل العشب الناعم ينحني مع النسيم ولكنه لا ينكسر للعاصفة. ليه ما تحاولش إنك تكون النسيم اللي تنحني ليه المرأة؟ ليه ما تحاولش إنك تكون الكلمة الحلوة اللي تقرب بيها حبيبتك وزوجتك ليك؟ في كلام بسيط قوي ممكن تطمنها بيه، كلمة واحدة هتخليها تشعر بكامل أنوثتها، كلمة بحبك. كلمة ليها مفعول السحر، ما تخافش وقولها بكل قوة. في ناس بتقول إن المرأة زي البحر غامض، لكن أنا بقول يا عزيزي إنك تقدر تكتشف الغموض ده بأسهل مما تتصور. كل الحكاية إنك تحس بالكلام قبل ما تقوله، تشعر برجولتك أولا لتشعرها بأنوثتها. وخد بالك إن لسانك أقرب صديق ليك. كلنا عارفين إن البنت أو الست لما بتحب بجد، بتدي كل إحساسها وشعورها للي بتحبه، وما بتكونش عايزة أي حاجة غير إنه يحسها ويحتويها، لأنها مهما حصل أعتقد إنها مدام حبته مش هتعرف تكرهه ولا تبعد عنه، لأنها ببساطة حبت من قلبها. بلاش تكون غليظ القلب، فكر 1000 مرة وانت بتجرحها. فكر في المقولة اللي بتقول وراء كل عظيم امرأة، وكيف يكون عظيم من غير ما تكون معاك امرأة عظيمة؟ وكيف تجعل من امرأتك عظيمة من غير ما تشعرها بأنوثتها ورقتها، من غير ما تحتويها؟ انت ان احترمتها وعظمتها فأنت أكيد الفائز. حاول إنك تكون لزوجتك وحبيبتك الصديق والأخ
والقريب والأب والحبيب. حاول تكون أقرب شخص تحتاجه وقت شدتها. حاول تكون أول من يمسح دموعها، لأن المرأة في الآخر هي الأم والأخت والصديقة والحبيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالقوارير خيرا. قالوا: وما هي القوارير يا رسول الله؟ قال: النساء. ليه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير؟ وإيه هي القوارير دي؟ القوارير هي الزجاج الخفيف الذي يسهل كسره. فوصف النساء بالقوارير لأنهم أسهل إلى الكسر من الزجاج، وإنهم من أرق المخلوقات اللي يجب التعامل معاها. صدقت يا رسول الله. طبعا أنا سامعة الرجالة دلوقتي بتقول مش كلهم، وكل واحد بص لحياته على إنها جحيم. أحب أقولك لأ، لأنك ممكن تغير حياتك بإيدك وتحتوي زوجتك، هتلاقي منها كل حب وود. عشان احتوائك ليها دي المهمة الأولى والأصعب، وعشان تحققها يبقى لازم تتحكم في غضبك. ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. انت يلي خدت قلبي من الزمان ومن اللي فيه، خدت قلبي لدنيا تانية احلى من اللي حلمت بيه. احلى عمر انا عشته جنبك والحنان عندك كتير. هو في كده زي قلبك لسه في الدنيا خير. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك بقيت انا ايه. انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت بهواك. انا ليا مين غيرك حبيب عمري. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك بقيت انا ايه. انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت بهواك. انا ليا مين غيرك حبيب عمري. يا ما عشت اتمنى قبلك ياللي زيك مش كتير. مش مجاملة عشان بحبك، ده انت ليا حاجات كتير. هي كام مرة هقابل حد بيحب بضمير، حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بالكبير. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك بقيت انا ايه. انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت بهواك. انا ليا مين غيرك حبيب عمري.
أعيش وأموت بهواك، أنا ليا مين غيرك حبيب عمري. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأقول إن لازم تتحكم في غضبك. في عند كتير مننا صورة غلط إن الرجل القوي هو اللي بيهاجم بقوة وصوته عالي بمناسبة ومن غير مناسبة عشان يحترموا الآخرين. بالعكس، انت بأسلوبك ده بتدمر كلمة احتواء. الرجل المحتوي بيفكر قبل ما يغضب. خليك هادي ومسالم، وده الحل الأول. وبعدين لمح ووضح من غير غضب، هتلاقي الرضا والقبول، وهتحقق الاحترام والاحتواء. خليك مدرك إنها جنس لطيف، لكن ده ما يمنعش طول لسانها وصعوبة هجومها. نفسيا لأمورك، أنا مش هنكر طلبات المرأة الكتيرة وأحلامها اللي ما بتنتهيش، خصوصا في التسوق، لكن في الآخر هي مخلوق عاطفي، ويمكن خداعها بسهولة والتفاوض معاها بأسلوب جيد، وهتقدر تحقق نتيجة كويسة. وهقول هنا بقى للراجل اللي بيعامل زوجته بقسوة وقهر وحزم عشان تقفل بقها وتجبرها انها تعمل اللي انت عايزه، انت ممكن بالحب والاحتواء والكلام الطيب ومعاملتك ليها بأسلوب رقيق هتبقى انت أرضها وسماها، وهتكون فرحانة جدا. هي مخلوق رقيق وعاطفي حتى إن كانت مهووسة بالماديات. ركز انت شوية، مش ممكن يكون هوسها بالماديات بتعوض شعور بتفتقده؟ انت شايف انها مش فاهماك ومش حاسة بمشاكلك، طب ساكت ليه؟ ما تكلمها وتوضح مشاكلك. ليه الصمت والبعد؟ هي ممكن تكون ساكتة بس مهتمة بحالك، بس انت ساكت وبتقول هي ما بقتش تحبني. يبقى لازم نشيل الصمت والبعد، نقرب وجهات النظر بكل حب وتفاهم. خلي عين الاهتمام والرعاية هي اللي تتكلم. ما تخلوش مسار حياتكم يتغير لطريق انتم مش عايزينه. خلي عندك احتواء، احسن المعاملة واصبر عليها لما تغضب منها وتزعل وتخرج من البيت وتكره نفسك بسببها من اللي هي عاملة فيك. فكر شوية وافتكر الحاجات الحلوة وانك ما تقدرش تستغنى عنها. افتكر طيبتها وقلبها الكبير وحنانها عليك، وسامحها على تصرفاتها. وخلي عندك ذكاء، واعرف امتى تكون قاسي معاها وامتى تكون لطيف، بس بشكل معقول من غير عنف، لاننا لو وصلنا للعنف والإهانة يبقى وصلنا لفشل الاحتواء. ونقف بقى شوية عند الاحتواء المادي، وطبعا دي أهم حاجة بتملك تفكيرك. احنا طبعا عارفين ما أسهل الحياة وأجملها أيام الشباب والعزوبية. معاك 1000 جنيه أو جيبك فاضي بتقدر تدبر أمورك. طب ما هو ده الاحتواء، بس احتواء شخصي، لكن بالارتباط والمسؤولية والالتزامات المادية وبيت وأسرة وأولاد، فأنت كده مطالب بالتحكم في مصاريفك. خليك وزير مالية ناجح وانتي وزيرة شؤون جيدة. أصل في كتير بيلجأ للسلف والاقتراض، أنا بعتبر ده نوع من الفشل أو فشل الاحتواء المادي. بلاش الإسراف، وخلي عندنا اعتدال في كل حاجة، لأن الراجل اللي بيحافظ على الاحتواء هيكون عنده حكمة، وهيكون مدرك إن المال وسيلة للحياة الكريمة. هيصرف بالعقل ويتجنب السلف والقروض، خصوصا في بداية حياتكم. خلي عندكم نظرة مستقبلية. وهنا بقى هسأل الراجل، هل انت فعلا رجل محتوي وعايز تكون رجل محتوي اصلا، ولا بتفضل النوم الهادي وسط الخضرة والطبيعة بعيد عن المسؤوليات والاحتواءات اللي انت مطالب بيها؟ طب انا سامعة رجالة كتير دلوقتي من اللي بتسمعنا بتقول انا الحمد لله رجل محتوي ومسيطر على كل حاجة. طب بص كده ودقق، ان حسيت ان في شكوى من زوجتك والاولاد يبقى لازم تعيد حساباتك وتحاول تكون رجل قوي في حبه وقادر على الاحتواء. كمان الحياة الزوجية لازم يبقى فيها فن في التعامل والاحتواء. احنا قلنا قبل كده ان الزواج سكن ومودة واستقرار، لكن مع فقد الوعي الإسلامي وارتفاع الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية كبرت الخلافات الزوجية يوم بعد يوم. يبقى احنا لازم نعمل حاجات تخلينا نحافظ على بيتنا وعلى علاقتنا. هقول لكم
الاحتواء في الحياة الزوجية ليه 4 أنواع: احتواء فكري، واحتواء انفعالي، واحتواء جسدي، واحتواء الاعتذار. وهبدأ بالاحتواء الفكري، جاية من الحوار وتبادل الأفكار ومشاكلنا والكلام عنه بينك وبينها، مع إن ممكن في راجل يتكلم وست تسمع وبس، والعكس ست تتكلم وراجل يسمع وبس. لكن المشكلة بقى إنك تسمعها أو هي تسمعك. الاحتواء هنا إننا لما نسمع نحتوي الفكرة ونصبر عليها ونتحمل بعض، وإزاي نحل أي مشكلة بينا عشان نقدر يكون عندنا احتواء. تاني حاجة الاحتواء الانفعالي، جاي من اهتمام بمشاعر الطرف التاني. سمعها أحلى الكلام، وانتي كمان سمعيه أحلى الكلام. افهموا نفسية بعض، ركزوا في علاقتكم ازاي تكون دافية، لأننا قبل ما نفكر نستمتع بعلاقتنا يبقى نحافظ الأول على مشاعر بعض بكل حب. أما بقى الاحتواء الجسدي، ومن هنا سؤال طرح نفسه: ليه المرأة عندها إصرار في مجتمعنا إما أن تكون أم العيال أو زوجة محبة لزوجها وبس؟ ليه ما تكونيش الاتنين وتلعبي الدورين بكل فن ومهارة؟ أنا عارفة أن مسؤوليات الزوجة في احتواء المشاكل كزوجة، لكن لها حقوق تانية، والزوج عليه مسؤوليات وله حقوق برضه. عشان كده لازم يكون عندنا رحمة وحب وتآلف وود موجودين بينكم، لأنكم محتاجين الأمور دي بشكل مستمر. كمان انت عليكي دور كبير في الاحتواء الجسدي لزوجك، وده هيخليه يحس باهتمامك بيه. مظهرك، معاملتك، تصرفاتك، كل دول بيكون لهم دور مهم في حياة الراجل. انت كمان بتدور على الاحتواء الجسدي، يبقى تعطي لزوجتك ما تتمنى أن تنالوا منها. وأهم أسباب الاحتواء في الحياة الزوجية هو فن احتواء الاعتذار أو فن الاعتذار. المرأة أكثر قدرة على الاحتواء من الرجل في الاعتذار. إذا كانت في مشكلة بينكم هتلاقيها تبدأ بالاعتذار، لأن في بنيتها النفسية هي أقدر من الرجل، وكمان إن كان الخطأ منها هي بتعتذر من غير تفكير. أنت كمان لازم تحاول تعتذر وتشيل جدار قوامة الرجل اللي جواك بالتعالي والتكبر، وخلي مكانها حب وتفاهم. وحتى إن كانت هي الغلطان حاول تقرب، بلاش نضيع وقتنا في الخصام والعتاب. بعد كلامي ده معاكم جه في بالي كام سؤال دلوقتي. ليه بنتأخر في الاعتذار في حياتنا الزوجية لحد ما الجرح يكبر؟ وليه الاعتذار بيكون سطحي جاف من غير ما نعالج اللي ظهر من المشكلة ونعالج الجرح اللي سببته المشكلة؟ وإن كانت المشكلة بسيطة ليه نكبرها ونجرح بعض بكلام مش لازم نقوله؟ الجرح اللي هيسببه الكلام والخلاف هيفضل غائر وينفجر ويبدأ يخرج منه الصديد، ويسيب حياتنا كلها متاعب وفتور وملل. عشان كده فن الاحتواء والاعتذار إننا لازم نغير وسيلة المعاملة مع بعض، نحل مشاكلنا بطرق بسيطة. المرأة اللي جواها مشاعر وأسلوب في التفكير وتقدر تستوعب وتحل المشكلة. خلي عندك فن الاحتواء، بلاش نمسك الأخطاء بكل دقة. لذلك قالوا عن تجاوز الهفوات، فلازم نتجاوز بعض الأمور، لأننا للأسف نادرا لما نعتذر. ومن إيجابيات الاحتواء إننا نناقش المشكلة ونتكلم بكل هدوء، والأهم إننا نكون قادرين نحلها بكل مودة ورحمة. نعيش المشكلة ونسمع بعض ونتنازل ونحتوي بعض بكل حب. ونطلع فاصل، خليكم معنا مكملين. خديني معاكي مشوارك، أنا ملهوف لأخبارك، وحاجة غريبة تحصل لي، بعيش الجنة في نارك. بشوف الحب في مراية
وأقول لو كنت ويايا وهفهم سره من صورتك وإمتى سكنت جوايا. أنا معرفش حبيت ليه ومين بيلومني على اللي أنا فيه، وليه سلمت واستسلمت مشيت في طريق شاورت عليه. سألتك مرة ما تردي وليه عطول أنا بدي، يا ريتك مرة تهتمي وتدي الحب على قدي. خديني معاكي مشوارك بعيش وياكي أيامك ومهما بعدت قدامك، ولو نمت في عز النوم أنا بصحى في أحلامك. أنا اخترتك مفيش غيرك، مصيري شفته في مصيرك. أنا عايش عشان خاطرك وليه مشغلش تفكيرك. أنا معرفش حبيت ليه ومين بيلومني على اللي أنا فيه، وليه سلمت واستسلمت مشيت في طريق شاورت عليه. سألتك مرة ما تردي وليه على طول أنا بدي، يا ريتك مرة تهتمي وتدي الحب على قلبي. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرة دقات القلوب، والنهاردة دقة القلب جوانا وفي حياتنا عن العطاء والعطية. أعطي نفسك كما يعطي الطفل الصغير براءة ووداعة. أعطي نفسك حبا واشكر رزق ربك، لا يشرق صبح صباح إلا وتقول أو تقولين الحمد لله الذي رزقني هذه الزوجة أو هذا الزوج. أدام الله الود بيننا وحفظ لنا المسرات وجنبنا الشقاوة والمناغصات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مفضلا أحدا يقصد في العطية لفضلت النساء. وفي نهاية حلقتنا يا رب كل راجل يحتوي زوجته، وكن قدرت أوصل رسالة حب ليكم. يتوقف بنا الوقت ولكن لا يعود إلى الوراء، ورجاؤنا أن نكون أسعدناكم على أمل بلقائكم. كانت معكم سمرة عبد الوهاب في برنامجكم البيت السعيد على راديو عامر. مستنية آرائكم واقتراحاتكم على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.